هذا الشخص اختير ليكون وليا للعهد السعودي، فيقال أنه الأقرب إلى شخصية جده سعود، فالخيانة في هذا البيت هي بالوراثة. أولا يعني دعني أتحفظ على الكلمات المسيئة التي ضيفك يعني قال لها. أنا لن أدافع، لا أدافع عن أحد، لكن يعني هناك كلمات مسيئة قال عن شخص ولي عهد يعني يجب احترامه للباقة الدبلوماسية يعني أول نعم، لكن أنا لا أعرف إذا هو فلسطيني أو مش فلسطيني ضيفك، لكن بعد كل هذه السنوات 40-50 سنة السعودية أعطتهم الأموال والملايين الدولارات، وحتى اليوم السعودية تمول السلك الدبلوماسي الفلسطيني. اليوم يحرقون صورة ولي العهد وصورة الملك. اليوم بعد 50 سنة أكلوا وشربوا وناموا على حساب السعوديين لما كانوا بلبنان، لما كانوا بتونس، لما عملوا كل اللي عملوهم، والآن يعني بينكروا هالجميل ويسبون. شو هذا يعني؟ أنا كيهودي يعني أنا أرى هذا كنكران جميل. لا أدافع عن السعوديين، لكن هذا نكران جميل. يعني اليوم أنت بتفتح خطوط مع إيران وبتنكر جميل 50-60 سنة. السعوديين هي التي أسست منظمة التحرير، هي التي ساهمت مئات الملايين من الدولارات، أفلهم مليارات الدولارات راحوا لياسر عرفات، والآن موجودين مع مدام عرفات بباريس. وين كل الأموال؟ نعم. وين كل الأموال؟ واليوم يحرقون ويشتمون. يعني شو هالنكر جميل؟ نعم. هذا شيء فظيع. أنا لا أقدر يعني كشخص، مش كباحث ولا كإسرائيلي، كبني آدم، يعني لا أقدر أن أشوف هالذكران جميل وأسكت.